البسطرمه مديها طعم جميل جدا. وطبعا العيش البلدي. طبعا بسم الله، وناكل بقى بودن القطه. خطيره. باذنجان. طبعا ما لقيتش بصل اخضر، فحل البصل بيقوم بالغرض. جميله طعمها. البسطرمه مديها طعم جميل جدا. شايفين؟ طبعا البصاره شايفين عامله ازاي، جميله جدا وطعمها في منتهى الروعه. طبعا بتكون محتاجه بقى ايه؟ البصل. بس مفيش بصاره بتخلى من البصل على وشها، يديها ايه؟ يجنشها كده على اي الشفايف بتاع اليومين دول. نجرنشها بالشكل كده بالبصل زي ما انتم شايفين كده اهي. مكسرات البصاره. طبعا البصاره جميله جدا ومن الاكلات المصريه الصميمه. بنحتاج بقى ايه؟ طبق مع طبعا بصلايه فحل بصل جميل زي ما انتم شايفين كده، وطبق الباذنجان المخلل على الطريقه المصريه. طبعا البصاره زي ما انتم شايفين كده متجرنشه بالبصل. طبعا البصل مقرمش وجميل. قبل كده نزلت لكم طريقته مع فحل البصل بقى. طبعا الخضره جرجير، ما لقيتش بصل اخضر، فطبعا فحل البصل احلى وبيقوم بالغرض. وكمان البتنجان المخلل المصري الطريقه المصريه، والبصاره بالبسطرمه، والعيش البلدي المفقع. شايفين الجمال؟ بصاره بالبسطرمه على الطريقه الاسكندراني. احلى بصاره ممكن تعمليها. شايفين البسطرمه جميله. طبعا البصاره معموله بالبسطرمه على الطريقه الاسكندراني. وطبعا قبل كده عملت لكم على الطريقه الصعيدي اللي هي بنحط فيها الملوخيه الناشفه. طبعا اي الطريقه بالتفصيل هتلاقوها على الصفحه او في اول تعليق ان شاء الله. طبعا شايفين الجمال. من احلى الاكلات اللي بحبها. طبعا كبار وصغار بيحبوها. مش عارفه، قولوا لي في التعليقات بتعملوا البصاره ازاي. انا بحب اعملها جدا جدا بالبسطرمه. ان شاء الله حتى ب 10 جنيه بسطرمه او ب 20 جنيه بسطرمه بتحطيها فيها بتديها طعم مميز. بالنسبه للبصاره ممكن تعمليها بالبسطرمه، ممكن تعمليها من غير البسطرمه، ممكن تعمليها بالملوخيه كمان بتديها طعم جميل. كنت قبل كده بستغرب من الملوخيه، بس لما حطيتها فيها خليتها طعمها في منتهى الروعه. جربتها بعد كده كتير بالملوخيه وكانت النتيجه جميله جدا. جربوها وقولوا لي رايكم في التعليقات. كانت معاكم مها اليناوي، مع السلامه. اكمل انا بقى البصاره. مع السلامه.